وهي بتتكلم ازاي نخلص من الازمات الاقتصاديه اللي بتعدي علينا في حياتنا. ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، اللي هو القران، لو اقاموا الدين في حياتهم وقوموا الدين بجد وشالوا الدين بجد لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. السهوله الرهيبه في الرزق من فوقهم، يعني انت بتمد ايدك فوق بتلاقي الرزق جاي لك ازاي. ما تفكرش بقى هو ربنا هيرتب الاسباب، ربنا بيقول لك بس السهوله بتاعت الرزق هيبقى شكلها ايه. ما عادش فينا بجيب الجنيه بطلوع الروح، ما احنا قلنا انت هتتعب في حاجه وهترتاح في كل حاجه بعد كده. اللي هيتعب في الدين ربنا هيريحه في الدنيا، واللي هيريح نفسه في الدين خلاص اجري بقى اهبطوا مصرا. عايز بقى تاكل وتشرب انزل اي بلد واشتغل زيك زي غيرك، انما انا بكفلك وبكفيك وبفتح عليك عشان انت شايل قضيه الدين وامانه الدين. طب انت مش شايل الدين خلاص اشتغل زيك زي غيرك بنفس السنن بتاعت غيرك. طب انت شايل الدين هتشتغل برضه، ولكن هيجي بركات لا تتخيلها ولا تتوقعها.